اسم ديالي امينه. ساكنه ومستقره في طنجه. هذه 8 شهور تقريبا تعرفت على واحد السيد في الفيسبوك، كيقول بانه هو من كندا. مهم تعرفنا عن طريق الفيسبوك، بقينا تنهضروا. في داك الاول كنا تنهضروا، ما تنهضروش بزاف، يعني السلام بخير صافا. من بعد صافي ولينا تنهضروا بزاف. مؤخرا هاد الشهرين الاخرى ولينا تنهضروا بزاف. طلب لي النيميرو ديال الواتساب، صافي بقينا كنتواصلوا عبر الواتساب. صافي تعرفنا اكثر. من بعد قال لي بانه بغى الزواج، قال لي رانا معجب بك وهذا وباغي زعما نتزوج بك وهذا. قلت له واش انت متاكد؟ وراه شويه القضيه زعما صعيبه حيت انت بعيد في دوله بعيده عليا، واصلا خاصك تدخل الاسلام بحكم اننا مجتمع اسلامي، وخاصك تسلم عاد باش يمكن لك تزوج بيا وهذا. قال لي انا مستعد ندير اي حاجه، غير المهم نتزوج بك ونكون معك. من بعد طلبت منه باش اننا نهضروا ابيل فيديو، حيت قلت ربما يكون فو كونت ولا شي حاجه، يكون كيتفلى ولا هذا. فعلا هضرنا انا وياه ابيل فيديو، تاكدت من انه هو. صافي بقينا تنهضروا. قال لي خاصك تقوليها للوالدين ديالك باش الشهر الجاي ان شاء الله غناخذ واحد 2 سيمانات كونجي، ومن بعد غادي نجي للبلد ديالك اللي هو المغرب، وغادي نطلبك من والديك. المهم صافي هي هذيك. انا قلت غير لماما، ما بغيتش نقولها لمالين الدار كاملين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي، كيف الحال والأحوال؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وهذه القصة الجديدة. القصة ديال السيدة هذه اللي كتحكي كيفاش تعرضت لواحد العملية ديال النصب بطريقة ما تتخيلهاش في البال ديالك. يعني ما تتخيلش كتثق في واحد، أن النصاب دائما كيخليك حتى تثق فيه. يعني النصاب اللي هو محترف كيخليك حتى يكسب الثقة ديالك. خليني من هذوك النصابه اللي كينصبوا واحد النصبه اللي جابت ما جابتش، لا، النصاب اللي هو محترف كيعرف كيفاش ينصب عليك، كيخليك تكسب الثقه ديالك. المهم غادي نخليكم تستمعوا للقصه ديال هاد السيده هادي اللي كتحكي كيفاش تعرضت لواحد العمليه ديال النصب بواحد الطريقه اللي هي طريقه ما تخطرش على البال. هاد السيده كتحكي، يعني غادي تستمعوا ليها، كتحكي كيفاش تعرضت للعمليه ديال النصب. تعرفت على واحد الشاب عادي. الشاب قال لها انه هو من دولة كندا. السيد قال له بانه عنده خدمه ديالو، عنده شركه ديالو، عنده كذا. بقات كتهضر معاه. واحد الوقت قال لها انه بغى يتزوج بها، غادي يجي يخطبها من عند والديها. قالت له مرحبا. يعني تعرفت عليه اطار التعارف كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك على ما اظن. هنا فاش قال لها انه غادي يجي يخطبها، قالت له مرحبا بك، يعني اجي لدارها ومرحبا. ولكن واحد الوقت قال لها انا بغيت نصيفط لك شي هديه. هي في الاول قالت له راه ما يحتاجش، ماشي بالضروري تصيفط علي، مادام انك انت غتجي تخطبني وداك الشيء ماشي مشكل. السيد قال لا لا ضروري ان نصيفط لك شي هديه. صافي في الاخير غادي توافق عليها. هنا غادي يصيفط لها شي حاجه، صيفط لها واحد الكليه صور عليها، قال لها هي غادي توصلك. السيده قالت له مرحبا، عطاتو الاسم ديالها، النسب ديالها، العنوان ديالها، رقم الهاتف ديالها. صافي وبقات كتسنى. هي نسات الموضوع، ولكن مشات هي سافرت. وهنا غادي تتصل بي واحد السيده. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش هي فلانه؟ هي لاله هي انا. قلت لها بدي وصلتنا واحد الكليه من عند السيد فلان. ذكرت لها داك الاسم ديال داك الشاب اللي هي كتعرف. قالت لها قلت لها بدي راه عندنا في المطار. قالت لها انا راه بعيده دابا، غادي تسنيني واحد 3 ايام ولا نجي. قالت لها لا ما يمكنش، هاد الشيء راه الا داز عليه 28 ساعه راه غادي يرجع. قالت لها دابا خصك تخلصي عليها وتجي تستلمي الهديه ديالك. قلت لها بدي شحال غادي نخلص عليها؟ قالت لها تخلص عليها 6000 درهم. علاش؟ قلت له دير هذا قانون ديال الجمارك، خصك تخلص عليها. فالسيده فعلا على نيتها صيفطت ديك 6000 درهم في واحد الوكاله بنكيه. ملي توصلت هذيك السيده بداك المبلغ، عاود اتصلت بها قلت لها شوفي هذاك الشيء راه فتحناه وراه لقينا القيمه ديالو اكثر من داك الشيء، خصك تخلصي 15000 درهم، يعني 15000 درهم مليون ونص. هاد البنت هنا فين غادي تعيق بانه هذه راه عمليه ديال النصب. ومن بعد اتصلت واحد المسؤول تما في المطار اللي اكد لها بان ما كاينش كليه، هذيك الاجراءات ما كدارش. الا نفرضوا ان كان شي اجراءات كدير لان الشركه اللي كتكلف دوك الامور الا كانت فرض ضروري صاحب المعني بالامر انه خصو يكون حاضر، ماشي انه يصيفط الفلوس. وفي الاخر عرفت براسها انها تنصبت. فغادي نخليكم تستمعوا للقصه ديالها اللي كتحكيها، وكنتمنى انكم تدعمونا باللايك ديالكم، الدعم ديالكم، لان كنجيبوا فيديوهات شي حاجه اللي كنشاركوها معكم اللي غادي تفيدنا جميعا وغادي ناخذوا منها العبره ونستخلصوا منها الدروس. فما فيه باس الا تفرجتي خلي واحد اللايك ديالك، دعمنا، دير بارطاج، شارك القصه مع الاصدقاء ديالك في فيسبوك او في مواقع التواصل الاجتماعي. ولا ما كنتيش مشترك اشترك، وهذا الشيء فضلا منكم وليس بامر. فنخليكم تستمعوا للقصه ديال هاد السيده هادي ونعقبوا فيما بعد. صافي بقات هكاك، بقينا كنهضروا من بعد قال لي انا بغيت نصيفط لك كادو.
قلت له انا ما كاينلاش زعما صافي انت اصلا غتجي للمغرب تجي، ولا كنتي زعما باغي تجيب ليا كادو تجي وجيبوا ليا معاك زعما بلا ما تعذب راسك. بقى كي انسيستي قال لي لا انا خاصني نجيب الكادو، غير قولي لي السميه ديالك والعنوان والمدينه باش نصيفط لك الكادو. صافي المهم فاش بقى كي انسيستي بحال هكاك صيفط له النيميرو التليفون اللي خدامه به حاليا والعنوان والاسم ديالي الكامل. صافي هي هذيك. من بعد دازت واحد اليومين هضر معايا، صور لي داكشي اللي شرا لي، قال لي هادشي راه شريتو لك. المهم صور لي ايفون اكس، واحد الصاك وواحد السلسله اونصومبل بلي بوكل ديالها، كيقول لي بانها ذهب. المهم صورهم لي، صور لي الكوليه مقاده وداكشي. قال لي صافي راني صيفطهم لك اليوم وراني درت لك معاهم حتى شي واحد المبلغ مالي في وسط ديك الكولي. قلت له انا زعما ما كاينلاش، صافي زعما درتي معايا لو جيست، خديتي لي كادو هذا، زعما ما كاينلاش انك تحط لي مبلغ مالي. قال لي لا ماشي مشكل، واصلا ما بيناتناش وانت غتكوني مراتي وهذه زعما ماشي مشكل. قلت له صافي واخا ماشي مشكل. صافي المهم جلست واحد 3 جوغ، واحد 3 ايام، صونات عليا واحد السيده قالت لي الو السلام عليكم. قلت لها السلام. قالت لي واش السيده امينه؟ قلت لها قالت لي راه وصلتك واحد الكولي بسميه هاري، حيت هو كان داخل في الفيسبوك بسميه هاري جيستن. قلت لها الجنسيه ديالو مغربيه؟ هو تيقول بانه من كندا، ما عرفتش انا بالضبط، ولكن من بعد عاد غنكتشف انه ماشي من كندا. المهم من بعد قالت لي راه وصلتك واحد الكولي فوالا. قالت لي راه دابا انا كنصوني عليك من مطار ابن بطوطه ديال طنجه، من الديوانه، كتدعي بانها كتخدم في الديوانه. انا ديك الساعه كنت كونجي، كنت في دارنا، ما كنتش في مدينه طنجه. قلت لها صافي واخا خلي، كنت في خنيفره. قلت لها صافي خلي عندكم الكولي حتى نجي انا لطنجه. كانت بقات ليا شي 4 ايام بحال هكاك باش ناخذ من عندكم الكولي. قالت لي هي لا، قالت لي ما يمكنش، قالت لي هذا النوع ديال الكولي 24 ساعه وكترجع، يعني خصك ضروري تجي تديها وخاصك تخلصي عليها ضريبه ديال 6000 درهم كضريبه جمركيه. قلت لها انا بزاف، يعني 6000 درهم انا جايني غير كادو من على برا وغنخلص عليه هذا الثمن هذا، جاتني بزاف. قلت لها واش ممكن تقولي لي لا فالور ديال داكشي اللي كاين في هذاك الكولي باش نقدر نعرف راسي انا علاش غادي نخلص هاد 6000 درهم. قالت لي هاد النوع ديال الكولي كيكونوا جايين عن طريق الدبلوماسيه، يعني ما كنقلبوهمش حنا في المطارات، كيكونوا تحت المسؤوليه ديال الدوله اللي كتكون متحمله المسؤوليه ديال داكشي اللي كاين تما، داكشي باش حنا ما كنقلبوهمش. صافي قلت لها واخا دابا كي غندير وريني لا بروسيدور باش انني زعما نصيفط لكم هاد الفلوس وباش انكم تحولوا لي داك الكولي للعنوان اللي انا دابا فيه حاليا. قالت لي صافي غادي نصيفط لك لو نون ديال الدبلوميت، حيت هو اللي غيصيفط لك هاد الكولي، غيجيبها لك حتى العنوان ديالك، غنعطيك لو نون ديالو وغادي نعطيك النيميرو ديال الباسبور ديالو. ما عرفتش واش حقيقه داك النيميرو ولا حتى هو ماشي حقيقه. المهم صيفطت لي ميساج، صيفطت لي السميه ديالو، السميه ديال الباسبور. صافي من بعد انا يعني تيقت من حسن نيتي انني تيقت، مشيت فيرسيت لها يعني في واحد الوكاله، مهم لا داعي لذكر الاسم، فيرسيت لها دوك الفلوس 6000 درهم. صافي من بعد جلست واحد الساعتين ديال المكانه، صونات عليا قالت لي الو السلام. قلت لها السلام. قالت لي صافي لاله راه حنا قمنا بالاجراءات، ولكن راه فاش جات الكولي تخرج من المطار دوزناها من السكانير ولقينا فيها واحد لاصوم ديال الفلوس اللي يعني اللي فايته القانون انها تدخل البلاد، ولقينا فيها شي مجوهرات. قالت لي دابا خاصك تخلصي عليها 15000 درهم و500. قلت لها كيفاش 15000 درهم و500؟ انت دابا كتقولي لي في الاول ما كتقلبش ودابا قلتي لي عاوتاني كتقلب، ما فهمت والو. قالت لي لا حنا ما تنقلبوهاش في المطار، ولكن زعما ما تنفتحوش الكولي، ولكن ان فوا تخرج من المطار ضروري كدوز في جهاز السكانير باش كنشوفوا زعما القيمه اللي فيها. صافي تما انا شكيت في الامر وتاكدت بان هذه غير عمليه نصب. صافي قلت لها واخا من بعد وغنصوني عليك بضمان ندبر في الفلوس، يعني بينت لها بان ما ديت ما جبت. صافي المهم قطعت معها المكالمه. من بعد دخلت الانترنت، قلبت على لي نيميرو ديال المطار، صونيت على المطار ديال طنجه، جاوبني السيد في ستوندار. قلت له عافاك اخويا بغيت نتاكد من واحد المعلومه، راه كتصوني عليا واحد السيده كتقول لي بانها من الجمارك وبان وصلتني واحد الكولي بسميه هاري، وبغيت نتاكد من هذه المعلومه. قال لي اختي هذا الشيء ما كاينش، قال لي اصلا كون كانت غتوصلك كولي بعد الجمارك ما عندها حتى شي علاقه بالموضوع، يعني ماشي هما اللي غيصونيو عليك، غتصوني عليك الشركه الخاصه بالسلع اللي كيدخلوا للمغرب. قال لي وثاني حاجه زعما ما كاينش هذه القضيه ديال تفرسي لهم الفلوس، حيت انا حكيت له زعما الموضوع كامل. قال لي ما كاينش هذه القضيه ديال انك تفرسي لهم 6000 درهم ولا شي حاجه، يعني كتجي يعني سيبوزون كاع وصلت كولي ولا شي حاجه كتجي بيدك للمطار وكتشوفي هذيك الكولي بعينيك، ما يمكنش كتخلصي شي حاجه وانت ما شفتيهاش،
وعاد من بعد كيقوموا معك بالاجراءات. قال لي اما باش تصوني عليك الديوانه ما عندها حتى شي علاقه في الموضوع. المهم الله يجازيه بخير، زعما شرح لي لا بروسيدور كامله كيفاش، اللي انا ما كنتش عارفاها من قبل، داكشي باش طحت في هذا الفخ هذا. صافي من بعد مشيت انا هضرت مع السيد، هضرت معاه اللي كيهضر معايا في فيسبوك، قلت له راه ولات عاودت تصونت عليا السيده من بعد ما خلصت هذاك المبلغ، وقالت لي خاصني نخلص عاوتاني المبلغ ديال 15000 درهم. بقى كيانسيست عليا، قال لي خاصك تخلصيه هنا باش تاكدت بانه هو كذلك متفق مع ديك السيده. قال لي غير خلصي، انا اصلا صيفط لك الفلوس في هذيك الكولي، يعني فوا غتحلي الكولي راه غتلقاي فيها الفلوس، واخا تعرفي تسلفي داك المبلغ من لا بونك ولا من شي صاحبتك ولا من اي واحد، المهم ضروري خصك تخلصي هذاك المبلغ. انا قلت له شنو سميت الشركه ديال الطيران اللي صيفطتي لي فيها هذاك الكولي؟ بقى كيتهرب، قال لي ماشي انا اللي صيفط لك الكولي، وكيل الاعمال ديالي هو اللي صيفط لك هذاك الكولي. قلت له واخا عطيني غير شي دليل باش انك صيفطتي هذاك الكولي، شي توصيل الارسال ولا اي حاجه كتاكد بانك فعلا صيفطتي هذاك الكولي. بقى كيتهرب، قال لي هذا الشيء ماشي سوقك انت فيه، المهم انت غير خلصي المبلغ وغيوصلوه لك حتى العنوان. صافي هي هذيك بديت كنسجل المكالمات بيني وبين ديك السيده، من بعد ما صافي تاكدت بان هذه غير مؤامره، بقيت كنسجل المكالمات بيني وبينها، وليت صونيت عليها كنأكد عليها، كنقول لها شحال المبلغ اللي خاصني نصيفط لك. المهم بقات كتعاود لي ديك الهضره كامله. المهم انا كنت سجلتها في لي زابيل باش انني نلقى عليها على الاقل واحد الدليل وحجه. نعم صافي هي هذيك. من بعد صيفط ليها ميساج، قلت لها يا غترجعي لي فلوسي يا البوليس. ناضت هي طفات هذيك النمره، طفات النمره، صافي ما بقاتش كتخدم ديك النمره. عاودت هضرت معاه هو، قلت له انا صافي راني عرفت هذا الشيء اللي درتو كامل، وراه واخا كاع سوبوزون كاع ما تكونش في المغرب، انا راه غنشر تصاورك في جميع المواقع ديال التواصل الاجتماعي وكاع لي جروب اللي كاينين في الفيسبوك وداك الشيء، يعني غادي زعما واخا كاع ما كنتيش اصلا في المغرب. قال لي صافي ديري اللي بغيتي. يعني السيد واثق من راسو، قال لي اصلا واخا تنشري تصاوري في اليوتيوب ولا في الفيسبوك ما كاينش اللي غيعرفني، السيد واثق من نفسه. فعلا انا بقيت كنشر تصاوري في الجروبات ديال الفيسبوك وداك الشيء، ولقيت ناس اخرين تعرضوا لنفس العمليه، يعني بزاف ديال الناس تضررات، وماشي فوالا بزاف ديال الفتيات، ماشي انا اول وحده ولا ثاني وحده. طلبت من صاحبتي قلت لها دخلي عليه في الفيسبوك. فعلا داك الشيء اللي دارت، دخلت عليه في الفيسبوك، بداو كيهضر هو وياها، قام بنفس السيناريو اللي دار معايا انا قام به معاها. يعني بدا كيهضر معاها حتى هي، قالت انا راه بغيت نتزوج بك وغنصيفط لك كادو، يعني نفس السوجي هضر معاها فيها اللي كنهضر معايا فيه انا. يعني اكتشفت بانني ماشي انا الضحيه الوحيده، وبزاف ديال الناس تعرضوا لهذا الشيء هذا. صافي مشيت لعند البوليس، درت ديكلاراسيون، قالوا لي هذا الشيء خطير، قالوا لي هذا الشيء خصك تكتبي شكايه للوكيل السيد الوكيل. فعلا قمت بالشكايه السيد الوكيل جلاله الملك، ودابا انا في الانتظار. وداكشي باش اختاريت المنبر ديال شوف تيفي باش نفضحوا هذا النصاب هذا، لانه خاصو يتفضح، ولانه بزاف ديال البنات يقدروا يكونوا ما عارفينش حتى هما يطيحوا في نفس الفخ. فوالا يطيحوا في نفس الفخ ويكونوا ما عارفينش لا بروسيدور كيفاش، حيتاش انا ما عمر جاتني شي كولي من على برا باش نعرف زعما المراحل اللي كدوز منها. داكشي باش طحت في هذا الفخ هذا، وما بغيتش شي بنت اخرى انها تطيح في هذا الفخ هذا. ومن هذا المنبر كناشد الشرطه القضائيه اللي حنا كمواطنين ما كنشكوش في المجهودات ديالها الجباره في الحفاظ على الامن والاستقرار ديال البلاد.